تخيلوا معي دولة خليجية صغيرة على وشك أنها تصير المنارة لتوجه المنطقة كلها للاستقرار. قد يبدو هذا غريباً، لكن هذا بالضبط هو جوهر نبوءة أبو علي الشيبني لسنة 2026. في تحليلنا اليوم رح نغوص في تفاصيل هذه الرؤية الجريئة لمستقبل البحرين، ونشوف كيف ممكن تعيد تشكيل المشهد الإقليمي بالكامل. هذه الجملة هي كل القصة، كالدرة المضيئة وسط بحر متلاطم. يعني تخيلوا المشهد، بحر هائج من الأحداث وفي وسطه لؤلؤة مضيئة وهادئة. هذا التشبيه من المصدر هو اللي بيساعدنا نفهم كيف ممكن تتحول دولة كانت تواجه تحديات لمصدر أمل للخليج كله. طيب، كلام جميل عن اللؤلؤة، بس كيف بتصير قوة حقيقية؟ هون المصدر يبدأ يشرح لنا هذا التحول بالتفصيل، وكيف إنه البحرين ما رح تكون مجرد دولة صغيرة، لا، رح تكون هي اللي معها مفتاح حل الأزمات في المنطقة. وهنا نشوف الفرق الكبير، الفرق اللي يقلب كل التوقعات. شوفوا المقارنة، زمان كانت التنبؤات تتكلم عن سيطرة خارجية ومظاهرات. الحين في رؤية 2026 الصورة مختلفة تماماً. البحرين هي مفتاح الحل، هي منارة السلام. يعني مش مجرد تغيير، هذا انقلاب كامل في الرؤية. كلمة المفتاح هذه مهمة جداً. المصدر ما يتكلم عن جيش قوي أو اقتصاد ضخم يهز العالم، لا، الكلام هنا عن دبلوماسية هادئة جداً، زي شغل صانع الساعات الدقيق. يعني البحرين حسب الرؤية بلمسات بسيطة وهادئة من وراء الكواليس تقدر تفكك أكبر الأزمات في المنطقة. طيب، هذا الدور الدبلوماسي الكبير كيف ممكن يتحقق؟ المصدر يقول الجواب يكمن في تحولات سياسية هادئة تبني جسور جوا البلد وبرا. خلونا نشوف كيف. خريطة الطريق هذه واضحة جداً، فيه جزئين. الأول داخلي، قرارات جريئة في الإصلاح وتركيز كبير على البنية التحتية والتعليم. والثاني خارجي، وهذا هو المثير للاهتمام، تقارب كبير جداً مع السعودية وقطر والمشاركة في مبادرات أمنية واقتصادية مشتركة، والأهم لعب دور الوسيط الهادئ بين الأطراف المتنازعة وحتى الانفتاح على أوروبا وآسيا. يعني حركة دبلوماسية نشطة على كل الجبهات. طبعاً السياسة والدبلوماسية ما تكفي لحالها، أي رؤية كبيرة لازم يكون وراها اقتصاد قوي. وهنا المصدر يتكلم عن نهضة اقتصادية واعدة جدا في 2026 اللي رح تحول البحرين لمركز جديد ومهم في المنطقة. وهنا نشوف الخطوات بالتحديد. القصة تبدأ بدعم قوي من دول الخليج الكبيرة، وهذا الدعم هو اللي بيشعل شرارة مشاريع ضخمة في السياحة والمشاريع البحرية. بعدين ميناء خليفة بن سلمان بتحول لمركز لوجستي من أهم المراكز في المنطقة. والخطوة الأخيرة هي زيادة التعاون مع السعودية في مجال النفط والطاقة. يعني كل خطوة تسلم للتانية في مسار واضح للازدهار. طيب، وش النتيجة النهائية لكل هذا الشغل؟ الصورة اللي يرسمها المصدر هي إن البحرين ما راح تكون مجرد مركز مالي وبس، لا، راح تتحول لوجهة خليجية جديدة ومميزة، مليانة حركة تجارية وسياحية. يعني طفرة حقيقية تغير شكل البلد وتفتح أبواب جديد. لكن مع كل هذا النجاح المتوقع، المصدر يتكلم عن تحدي جاي من الداخل، تحدي ما ينحل بالقوة، الحل فيه هو وعي الناس نفسهم. يعني القوة الحقيقية راح تكون من الداخل. المصدر هنا يحذر بشكل مباشر، يقول فيه يد خفية راح تحاول تشعل فتنة في 2026. يعني في عز التفاؤل والنجاح في خطر يتربص، والسؤال هو هل الحصن هذا راح يصمد؟ لكن المصدر يجاوب على طول، يقول إنه الدرع الحقيقي مش بس الأجهزة الأمنية، الدرع الحقيقي هو وعي الناس وولائهم لقيادتهم. هذا هو السلاح اللي راح يفشل كل المحاولات هذه. يعني الموضوع أعمق من مجرد كشف مؤامرة. المصدر يتكلم عن مجتمع متناغم مع نفسه. الأجهزة الأمنية رح تكشف المخطط قبل ما يبدأ، وفي نفس الوقت رح يكون في انفتاح على الحوار والمصالحة، والأجمل موجة جديدة من الوعي خصوصاً من الشباب، وشعور عام بالسلام الداخلي. يعني التحصين جاي من مجتمع قوي ومتماسك من جوا. وعلى الهامش في تحذير تاني من المصدر، بس هذه المرة من الطبيعة، تحذير من موجة حر مفاجئة أو عواصف ساحلية في الصيف بين يوليو وأغسطس، بس يطمنا إنها رح تكون قصيرة وتمر بسلام من غير أضرار كبيرة. طيب، بعد ما شفنا كل هذه التفاصيل السياسية والاقتصادية والداخلية، خلونا نجمع كل الخيوط مع بعض ونشوف الصورة الكاملة لمستقبل البحرين.
وهذا الخط الزمني يلخص لنا رحلة 2026. شوفوا كيف كل شيء مترتب. تبدأ السنة بمصالحة مجتمعية، يعني بناء الأساس من الداخل. في نص السنة مفاجآت إيجابية من الملك، يمكن تكون إصلاح سياسي. وبعدها في آخر السنة البحرين تستضيف حدث دولي كبير له تأثير سياسي، يعني خطة مدروسة تبدأ من الداخل وتنطلق للعالم. وهنا المصدر يوضح أدوار القيادة. الملك رح يعلن عن مفاجآت إيجابية تقوي الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت ولي العهد رح يبرز كقائد اقتصادي وإداري، هو اللي رح يدفع عجلة مشاريع التنمية. يعني الأدوار متكاملة، واحد يبني الأساس السياسي والثاني يبني النهضة الاقتصادية. وهنا نوصل لزبدة الموضوع، للفكرة الأساسية. المصدر بيقول إنه البحرين رح تثبت للعالم إنه الاستقرار الحقيقي ما بيجي بالقوة، يجي بالحكمة والتفاهم. يعني قوة ناعمة، قوة بناء الجسور، هي اللي رح تكون السلاح الأقوى. وهذه الجملة من المصدر تلخص كل اللي قلناه. دولة صغيرة لكن سيكبر صداها في كل مكان. يعني الحجم مش مهم، التأثير هو المهم. فكرة إنه الحكمة والدور اللي تلعبه أي دولة هو اللي يخلي صوتها مسموع في العالم كله. وبالنهاية يتركنا المصدر مع سؤال مهم: هل كل اللي شفناه هو مجرد رؤية متفائلة وحلم جميل، ولا هي خريطة طريق حقيقية لمستقبل مبني على الحكمة؟ والسؤال الأكبر: هل ممكن نموذج التوازن هذا في البحرين يكون إلهام للمنطقة كلها؟ طبعاً، مثل ما نقول دايماً، الأيام هي اللي رح تجاوب.